سجلات المداخيل الضريبية في المغرب عرفت واحد الارتفاع غير مسبوق بنسبة ديال 63%، حيث وصلت من 201 مليار درهم في 2021 لأكثر من 329 مليار درهم متوقعة في 2025، بزيادة كتقدر ب 127 مليار درهم اللي كتعني 12 مليار دولار. هذا الارتفاع كيرجع للإصلاحات الجبائية اللي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة. قال رئيس الحكومة في رد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الإصلاح الضريبي أن المداخيل الضريبية وصلت ل 263 مليار درهم في 2023، مسجلة زيادة نسبة 5.2 مقارنة مع 2022. وأشار إلى أن هذه الأرقام كتعكس نجاعات السياسات الإصلاحية اللي تبنتها الحكومة لتحسين النظام الضريبي. في تصريح ديال الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية سفيان بودرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 جاء في سياق ديال تحديات اقتصادية محلية ودولية، كيهتم بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية مع الحفاظ على التوازن المالي. وأضاف أن الارتفاع في المداخيل الضريبية كيعكس نجاح ديال الحكومة في تنفيذ إصلاحات شاملة كتعتمد على تحسين آليات التحصيل وتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز الرقابة لمحاربة التهرب الضريبي. وأشار بودرة إلى أن الرقمنة في الإدارة الجبائية كانت من بين العوامل الرئيسية في النجاح، حيث سهلت عملية الأداء ورفعت مستوى الامتثال التطوعي عند الأفراد والشركات، بجانب الإجراءات الصارمة اللي تم الاتخاذ ديالها لمواجهة التهرب الضريبي. واختم الباحث التصريح ديالو بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات كتهدف لتعزيز العدالة الضريبية وضمان توزيع منصف للعبء الجبائي. واعتبر أن ارتفاع المداخيل الضريبية راه ماشي مجرد إرغام حكومي، ولكن هو نجاح في سياسات التحفيز والرقابة الجبائية اللي وضعت المغرب في مسار تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية مع توفير الموارد الضرورية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى. من الواضح أن الإصلاحات الجبائية اللي شهدها المغرب ساهمت بشكل كبير في الرفع من الإيرادات الضريبية، ومع ذلك لا يمكننا أن نغفل أن الزيادة في المداخيل غادي تقدر تكون هي ناتجة عن توسيع قاعدة المكلفين بالضريبة، والتي قد تؤثر في الفئات التي تعاني أصلا من ضعف الدخل. هنا كيتطرح واحد السؤال حول العدالة الاجتماعية. واش المواطن استافدوا فعلا من هذه الزيادة في المداخيل الضريبية؟ يجب أن تترجم هذه الزيادة إلى خدمات عامة ذات جودة عالية مثل التعليم والصحة والنقل، اللي كتخدم بشكل رئيسي الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة. ثاني حاجة، الرقمنة ومكافحة التهرب الضريبي. الرقمنة كتظل هي أو كتبقى هي واحد النجاحات الكبيرة اللي حققتها الحكومة في مجال تحصيل الضرائب، لكن في السياق المغربي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الفوارق الرقمية بين المدن والمناطق القروية. فليس كل المواطنين لديهم القدرة على الوصول إلى التقنيات الحديثة أو على فهم النظام الرقمي، يعني وهو ما قد يؤدي إلى استبعاد فئات واسعة من عملية دفع التوعية للضرائب. الحل هنا يمكن أنه يكون في الاستثمار في برامج تدريبية وتوعوية خاصة بالمناطق النائية باش يسهلوا وصول المواطنين إلى هذا النظام. كما أن الحكومة كتواجه تحدي كبير في مكافحة التهرب الضريبي اللي مازال كيشكل عائق كبير أمام تحقيق العدالة الضريبية. في هذا السياق كنشوفوا ان من المهم ان تتبنى الحكومه استراتيجيات مبتكره باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطوره لتحليل البيانات وكشف التهرب الضريبي بشكل اكثر فعاليه. ولكن يعني يجب ان يصاحبه تحسين في الشفافيه، حيث ان بعض الاوساط الاقتصاديه قد تستفيد من ثغرات قانونيه واداريه. ثالثا،
التحديات الاقتصادية المحلية أو الدولية. فعلى الرغم من الإنجازات المحققة في مجال الإيرادات الضريبية، إلا أن المغرب لا يزال كيواجه تحديات اقتصادية كبيرة، منها ارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب، وتباطؤ النمو في بعض القطاعات المهمة مثل الفلاحة، بالإضافة إلى الأزمات العالمية مثل التضخم والأزمة الغذائية اللي يعني تقدر تأثر على استقرار الأسعار في الداخل المغربي. من الحلول الممكنة يعني انه خصنا نديروا واحد اعاده توزيع الموارد. يعني ينبغي ان تضمن الحكومه الايرادات الضريبيه المرتفعه وتترجم الى تحسين فعلي في الخدمات العامه، خاصه في قطاعات التعليم والصحه، مع التركيز على المناطق المهمشه. ثاني حاجة، إصلاح سوق العمل. يجب على الحكومة أن تضع استراتيجيات لخلق فرص عمل خاصة للشباب من خلال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية باش تشجع على الابتكار وريادة الأعمال. ثالث حاجة وهو تحسين الشفافية ومحاربة الفساد. فمن الضروري أن تعزز الحكومة من شفافية السياسات الضريبية وتكثف الجهود ديالها لمحاربة الفساد على جميع المستويات. يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية على كيفية صرف هذه المداخيل، خصوصا في المشروعات الكبرى. كذلك التعاون مع القطاع الخاص. ينبغي تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص من أجل إطلاق مشاريع تنموية كتهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطبقات المتوسطة والفقيرة، خاصة في قطاعات النقل والبنية التحتية. خامس حاجة وهي الاستدامة البيئية. يجب على المغرب أن يولي اهتمام أكبر لتكامل البيئة في السياسات الاقتصادية، السياسات الاقتصادية، ويوضع خطط لضمان استدامة الموارد الطبيعية اللي كتعد من العوامل الأساسية في استقرار الاقتصاد الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.